قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، محاضرتنا هذا اليوم ونحن على قرب من مشارف الخوات المباركة وليلة القدر بعنوان فضل زكاة الفطر، بل هي فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، ويملك قوته يوم كل كبير وصغير. وقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدق الله العظيم. بل لها أهمية كبرى في حياتنا، فهي تعزز فرح الأخوة بين أبناء المجتمع الإسلامي. ويجب علينا في هذا اليوم أن نسعد الفقراء والمساكين بما يحتاجون ووقتها قبل صلاة العيد، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لندخل روح المحبة في قلوبهم. ونختم خاطرة اليوم بالدعاء إلى أهل فلسطين. شيخنا الجليل والذي لا يملك المال كيف يصدق؟ فيك الابتسام في وجه أخيك صدقة، وإماتة الأذى عن الطريق صدقة. يا ناصر المستضعفين يا ولي المؤمنين، نسألك برحمتك وعفوك وكرمك وجودك وإحسانك أن تتقبل شهدائهم وأن تشفي مرضاهم. اللهم ارحم الأمهات الثكالى والزوجات الأرامل والشيوخ الركع والأطفال اليتامى، من لهم إلا أنت، ومن ناصرهم إلا أنت، ومن رحيمهم إلا أنت، ومن وكيلهم إلا أنت. سؤال الحلقة: لماذا فرض الله الزكاة على الأغنياء ولم تفرض على الفقراء؟ للإجابة على الأرقام التالية: